السحور في رمضان، ولو هتيجي تسالني ايه الاكل ممنوع في السحور في رمضان، تعال نتكلم في النقطه دي وايه اللي ممكن يضرك لو اكلته في السحور في رمضان. بالبلدي كده، اي حاجه ممكن تسبب لك يا اما عسر هضم يا اما تزود العطش بتاعك في رمضان، في فتره الصيام بتاعك في رمضان. يعني ما تجيش تاكل حاجات حادقه كتير جدا في فتره السحور. يعني بغض النظر، انا مثل جدلي، بس مش هتيجي تاكل رنجه، مش هتاكل ملوحه، مش هتاكل اكلات حادقه، مش هتيجي تاكل كشري، مش هتيجي تاكل حاجات ملحها عالي جدا في فتره في وجبه السحور، عشان ده اللي هيسبب لك عطش كتير وتقيل جدا عليك فين؟ في فتره الصيام. 2. السكريات الكتير. يا جماعه السكر بيعطش، والميه بتتحرك مع السكر في جسمنا، وبالتالي ما تجبرش جسمك اللي يبقى عطشان بشكل كبير جدا اما تجبر انك تدخل له كميات كبيره من السكر. وبالتالي لازم تقنن فكره عن دخول السكريات والحاجات اللي هي نشوياتها وسكرها عالي جدا في وجبه ايه؟ وجبه السحور. 3. ما ينفعش يكون سحورك ما فيش فيه سوائل، وما ينفعش يكون سحورك ما فيش فيه الياف، وما ينفعش يكون سحورك ما فيش فيه بروتين. يعني تهتم جدا بكميات الميه، تهتم جدا بدخول حاجات زي الالياف اللي فيها زي ايه؟ زي الفول او مشتقات الحبوب زي الشوفان، زي الجرانولا، زي المنتجات اللي فيها دقيق اسمر، اللي فيها رده، الحاجات اللي فيها قشور، الفواكه اللي فيها الياف. الحاجات دي هتفيدك جدا في فتره الايه؟ فتره الصيام. ما ينفعش تهمل البروتين، لان ده اساس فتره الصيام كلها. البيض مثل جيد جدا للبروتين، الجبن ومنتجات الاجبان والالبان مثل جيد جدا للبروتين. سبلمنتس ممكن تستخدمها زي الكازين، هيفيدك جدا في فتره الصيام. فيبقى انت قادر تفهم التوليفه اللي هتساعدك انك تدخلها في ايه في السحور وتمنعها. الشطه والمنتجات السبايسز، الله يبارك لك، مش طالبها ضربه مخ وتروح تضرب لي بقى فول بالشطه، مش عارف ايه بالشطه في السحور، ده كده كعبله بطن وعطش. فخليك نبيه، الله يبارك لك، وفطن وانت بتتسحر. فبالتالي كده ابعد عن المنتجات الحادقه، ابعد عن المنتجات اللي سكرها عالي، ابعد عن المنتجات اللي سبايسي او اللي هي حراقه او شطتها عاليه، عشان الحاجات دي هتتعبك جدا في السحور وهتاثر عليك جدا في فتره الصيام. اكثر من المنتجات اللي فيها فلويدز كتيره زي الفواكه، اهتم بدخول الميه، اهتم بدخول الالياف اللي جايه من الفواكه، اللي جايه من الخضار زي السلطه، اللي جايه من الحبوب زي الشوفان والجرانولا، اللي جايه من الفول وقشور الفول اللي هي موجوده في كل البقوليات، الترمس، العدس، الحمص. الحاجات دي لطيفه جدا في السحور. واهتم كمان بالبروتين، ومنتجات الواي بروتين او الكازين هيفيدوك جدا في السحور في رمضان.